عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منوروني ومشرفوني في قناتي البسيطه جدا. بحبكم في الله ودمتم في رعايه الله وحفظه. بصوا بقى، انا بعد ما وديت احمد الدرس رحت الجامعه وديت احمد الدرس، وبعد كده جيت لقيت القمر الكبير اللي انتوا شايفينه ده عيش يا جماعه. الستات الكبيره عارفينه. بصي انا دي حماتي اللي جايباه بصراحه، وهي اللي بتعمله كل رمضان من يوم ما اتجوزت. بتجيب لي قفص زي ده كده، وبتجيب قفص لعمتي وقفص ليها. ربنا يديها الصحه ويطول لنا في عمرها يا رب، اللهم امين. العيش ده بتتسحري بيه، وعيش زي عيش الناس، زي الرقاق بالظبط. انا حبيت اوريلكم بتاكليه مع جبنه، بتاكليه مع حاجات كتير. ربنا ما يقطع لها عاده يا رب، اللهم امين. ويديها الصحه ويخليها لينا، لانها بجد مخلياني محافظه على بعض الذكريات. احنا انا بقالي 5 سنين متزوجه، ولحد الان لسه بتعمل الموضوع ده. دلوقتي يا حبايب قلبي هنبدا معاكم بفيديو. انا جبت ديب 5 ب7 جنيه ونص. معلش اعذروني، ديب 7 ونص. للقطايف، بتحطي فيها القطايف بتديكي الرسمه بتاعه القطايف وكده. فانا كده كده اصلا جايبه قطايف النهارده، هوريكم هنعمل فيها ايه. وانا في السوق لقيت البولات دي، انا قلت هجيبها عشان اعمل فيها زبادي. انا جايبه ال6 دول 6 ب25 جنيه. دي للزبادي يا جماعه، حطي فيها الزبادي وحطها في فرن ب26 ب25 جنيه الست. تعالوا بقى نقول بسم الله كده ونبدأ نعمل مع بعض فطار لنا النهارده. وكده جهزت حاجتي، طلعت الحاجة اللي كانت ناقصاني. انا معايا زبيب، لوز، بلح، عين جمل، بندق، لبن، عسل، سكر. اجيب الشفشق بتاعي ده كده او الكوبايه اللي احط فيها، انزل فيها البلح بتاعي. ده من غير البذر بتاعي يا حبايبي، عشان برضو ما نختلطش علينا الامور. اجيب الزبيب، بصوا بقى بالنسبه للمشمش، انا مش هحطه الحبايه بحبايتها، لان طبعا انتوا عارفين ان ده ايه، يعني حاجه كده هتتاكل على قد البق. ممكن تقطعي شويه البلح لو عايزه تقطعيه، بس على الاقل تبقى شكلها شكل الايه، يعني ما تبقاش حاجه كبيره كده في قلب بحبه. قمه الذكاء. ايه بحبه. هات الكيس. بحبه. طب بس هات الكيس. اوكي، 3 هنا. هات بس الكيس كده. لو بتحبي السوداني يا سلام بقى، مش عايزه اقولك ان دي فيها كميه كالسيوم وطاقه، يعني مش بجد هتبقى كويسه جدا. انا هجيب السوداني وانا واقفه كده برضه بالمره. كده انا حطيت سوداني. بحبه. طب هات. بحبه. اوعى بس. لا قول. وبعد كده بس يا حبيبي، بعد كده هجيب عين الجمل. شوية عين الجمل. ناكل شوي. بندق. هفتح الكيس عشان بصراحة ما كانش قوي العلب. لوز،
سكر. انا نسيت خالص ان انا اصلا مش بصراحه مش ناويه احط سكر. هلاقي لها حل، احاول بس اشيل سكر. انا ما كنتش عايزه احط سكر، انا كنت عايزه بس العسل بتاع ماما نسيت احط سكر للاسف. بس انا كنت ناويه ان يبقى ميه بس، مش كنتش كمان عايزه احط عسل، بس انا بديكم الاختيارات. ماما بس يلا الخير فما اختاره الله بقى، بس تبقى معسله قوي. ما علينا. هنحط بقى اللبن. ماما ماما انا شلت البتاع بس كده عشان الجرس رن. وتفضلي بقى تقلبي كده. ماما انا كوكو تحت كده انا خلصت معايا ده. انا حطيت شويه ميه عشان البرد، لان انا ولادي عندهم حساسيه، فحطيت ميه ولبن الاتنين مع بعض عشان ما ما تبقوش مش كل حاجه انتوا شايفينها. بس دي مش بتاع ده. وكده انا واقوم حاطه ده كده الغطا وارجع. كوبايه قبل الفطار وكوبايه بعد السحور، وعيش يا ست الكل. هحط هنا ميه في قلب الطبق بايد المطويه. اعمل نوع عصير. الحاجه دي ممكن تتاكل. عارفه اعمل عصير اناناس ولا مانجا؟ بصوا ايه رايكم نعمل خلطه؟ يعني ايه خلطه؟ يعني اعمل اناناس على مانجا. مش عارفه. اعمل لك عصير اناناس على مانجا. مانجا خلاص والله. لا اعمل احمد عايز. انا باية ماما. لما اعمله حاضر. لما اعمله انا نزلت السوق الصبح. وديت احمد التخاطب زي ما انا ما قلت لكم في اول الفيديو خالص. ان انا نزلت السوق، رحت وديته التخاطب وبعد كده وديته السوق. وبعد كده جيت رحت السوق جبت اناناس وجبت اناناس. وبلاش السكر يكون كتير عشان ما يتعودوش من صغرهم على السكريات الكتير. جبت اناناس وجبت فلفل. الحاجات دي كانت ناقصانا اصلا، ما كنتش استنزلت السوق، بس الفيديو اللي نزل امبارح. وتقلبي بقى وتدوقي. انا بقى كده خلاص. الحاجات دي كلها تخش الثلاجه وارجع لكم تاني. نبدا بقى في عمايل الاكل يا حبايبي. انا هنجيب الكبده بتاعتنا كده عشان ابدا اقطعها. انا قلت لكم الفيديو بتاعي ان انا جايبه نص كبده ان انا اعمله ان شاء الله. بس الكبده مني انا اتاخرت بره فكت خالص يعني. شفتوا؟ هقطعها معاكم اللي هي ما تبقاش كبيره وما تبقاش صغيره. نجيب الارض مقص. هي اهي. هنتكلم النهارده بقى عن الحاجات اللي بتحصل لنا، اللي احنا بنشوفها، اللي طبعا فتره قنوات اللي هي كل يومين والتاني نلاقي قناه طالعه يا جماعه انا قناتي اتسرقت، يا جماعه انا قناتي اتعملت، يا جماعه انا هفتح قناه جديده. وهوبا نلاقي فيديوهات تنزل على القناه اصلا، ونلاقي فيديوهات تنزل على القناه. يا جماعه انتوا بتستغفلونا يعني، ولا احنا ما بنسمعش ولا ما بنشوفش؟ ليه تخلونا عشان الفلوس نعمل حاجات
ونكذب. ده احنا داخلين على رمضان يعني، ويا جماعه كل سنه وانتم طيبين. طب ما تقولوا ان احنا هنفتح فيديوهات قنوات تانية، والقناه التانية ان شاء الله هتكبر بيكم، لان هي فعلا ما بتكبرش غير بيهم. ليه نكذب؟ يعني ليه فكره الكذب او نداري؟ طب ما نقول ان احنا بعنا القناه بتاعتنا. ومش ملاحظين ان كل القنوات اللي اتاخدت نفس الفيديوهات القرف اللي بيبقى شكلها مفزع؟ ما بيتقدموش شكوى ليه؟ طب ولو هي اتسرقت انتوا فتحتوا حاجه جديده ليه؟ يعني كل الاسئله دي ما احنا برضو دماغنا بتروح لها. يعني انتوا دلوقتي هي اتسرقت، انتوا فتحتوا قناه جديده ليه؟ ده الواحد لما بيجيله كبت من شيء نفسيته بتتدمر. نفسيته بتتدمر بامانه. انا هخلص بقى الكبده وهرجع لكم تاني، عشان بس ما انظرها كده وانا واقفه عماله اقطع، عشان في ناس بتتضايق وكده. انا قطعت الكبده وخلصتها. نبدا بقى في ال في موضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا كنا بنتكلم على موضوع ان كل يومين والتاني نسمع ناس في القناه ويطلعوا يعيطوا يا جماعه ويا ناس والحقوني وقناتي اتسرقت واتقوا الله. اساسا بتبقوا بايعين. يعني هي لو اتسرقت مش بتقدموا بلاغ؟ بتقدموا بلاغ بحث الانترنت مثلا. طب ولو هي اتسرقت انتوا لما بتيجوا تتعملوا، يعني مثلا لا قدر الله لو في حاجه حصلت تعلموا من اخطائكم. طب ما تقولوا ان احنا نفتح قناه. ده رايي اللي انا بقوله، ده مش رايي انا الشخصي، ده رايي اللي انا سمعته. وان كل القنوات بدات تتكلم ويردوا على بعض ونعمل على احنا يا جماعه مش شايفين حاجه، ما نعرفش حاجه. بلاش نظن دايما الظن السيء في الناس. ممكن لعل وعسى يكون حاجه زي كده فعلا حصلت مع بعض الناس لعل وعسى ان ربنا يقدر لنا موضوع زي ده. هي سرقت الضرر عليهم، ما اتسرقش الضرر برضه عليهم. احنا ممكن نشوف المحتوى اللي يعجبنا نتفرج عليه، بلاش نرد ونهين الناس او نجرح في حد. انا بقطع كل حاجه جوليان الا الشطه، الحاجه الوحيده اللي انا هقطعها كبيره عشان ابقى عارفه ان دي الشطه. لو هما يعني ما يجوش جنبها وياكلوها ولادي يعني وكده، عشان هما لسه اطفال برضو، ابقى عارفه ان دي شطه واخليهم ما يدوقوش ما ياكلوهاش عشان ما ينضروش. واو 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 واو. التوم الجديد نزل. كلنا بقى طبعا ان شاء الله من هنا وجاي نبدا نجيب عشان نفرزه مع بعض. ولو وصلت لحد هنا بالفيديو ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، مع العلم ان انا متاخره جدا 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 فما تتخيلوا. اتاخرت النهارده على ما جيت من بره وعملت. يلا هنبدا بقى نحط الحاجه على النار ونبدا نجهز الحاجه مع بعض. بس قبل الشيء والشيء برضه انا هحط شربات برضه على النار. خليكم معايا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. انا حطيت الزيت والزيت بيتعمل كده. هحط كزبره. هروح اجيب الدقه، احمص الملح مع الكزبره وكده. نجيب الدقه الدقه دي انا هحطها بس مش دلوقتي، لما كل الحاجه دي تسخن. واقلب كده كده كده. الثوم طبعا فص ثوم انا مسخنه عليه النار قوي. طبعا احنا عارفين الكبده محتاجه كده.
شفتي بدأت تعمل ازاي؟ عشان نعرف انها سخنت، بس لازم تسخن قوي. على فكرة ديت الاسباتشولا دي، بصوا احنا بنعمل دي كده مضرة، دي ما ينفعش في حاجة سخنة، دي على البارد بس يا جماعة. مش عارفة اجيب انهي نوع نضيف منين بالظبط، لان انا بجد تعبت والله من الحاجة دي. انا عايزة اتفصل. عشان الطبخة دي بصي اول ما نزلت بس منظر الكبده بيحكي يا جماعه عن نفسه. انا عامل الكبده اللي هي الاسكندراني دي بعد مع الاكل. شفتي اتحمرت ازاي واتسكتت ازاي. انزل بقى ساعتها، وطيت النار طبعا، الدقه بحطها على اي حاجه والله بتبقى جميله وفيها ريحه الليمون. الشطه كله بقى انزل يا جميل في الدقه. شويه كمون، فلفل اسمر لا، فلفل الاسمر ما بلطفوه ما بستلطفوش بصراحه. امسك ملح نور، واقفل. احنا صايمين ما ينفعش نحط ملح كتير، لان احنا لو حطينا ملح كتير هنتدمر. انا كنت بعمل الموضوع ده مع والدتي ووالدي وكده، كنا بنيجي ناكل اهو. نسيبي بقى كل الجمال الحلو الجميل اللذيذ ده ماما 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 مع بعضه، ونشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا يا جماعه المصيبه اللي انا فيها دلوقتي، انا دلوقتي زوجي ما بينفعش ياكل حاجه من غير سلطه. اوكي، انا عندي كل انواع نسيت اجيب الجزر، ونسيت اجيب الصلاة على النبي كده خيار. ازاي نسيت؟ والله نسيت، بس مش عارفه اعمل ايه في موضوع زي ده. انا هعمل كده السلطه ورزقي ورزقكم على الله، بس هتبقى فيها خناقه النهارده. ازاي خناقه؟ خناقه ان انا مفروض، بس والله بجد نسيت. مش عارفه بقى يبقى ازاي سلطه من غير خيار وجزر. مع اني كنت فاكره والله، بس الموضوع اتاخر. احمد انا نازله بيه من الساعه 8 الصبح يا جماعه. ايه ده؟ انا زي اي ام في الدنيا ايه ده؟ كبده وعيش، زي ام في الدنيا قامت من النوم. تاكل حطها في طبق وسيبها. قمت شفتي لما تبقي بتسحري ومستنيه العيال الناس كلها تتسحر، انت لما تقعدي تستني لحد ما بتسحري زوجك لو هو بينام من بدري او لو هو بيصحى من بدري وكده. انا زوجي بينزل شغله في رمضان بالذات عشان يخلص بدري، بينزل شغله الساعه 7 الصبح.
بينام طبعا، ما بيفضلش قاعد للسحور، وانا اللي بصحيه على السحور. قمت الساعة 8 الصبح، لبست وخرجت ورحت وريت ابن التخاطب. على ما خرج ونزلت بيه وركبت ورحت السوق، جبت ماشي. بيقولي بكرة عشان بفكر ان انا هوديه تخاطب. صحيت الصبح بقى مش شايفة قدامي، بأمانة والله مش شايفة. ورحت الجامعة طبعا، قدمت الورق اللي انا عملته. فالوضع معايا كان صعب. انا مش عارفة انا بقول ايه، بس انا مش عارفة بقى. سلطة من غير يلا بقى نصيب. انا حطيت الشربات على النار. انا هعمل قطايف 3 اصناف برضو. هكذا هعمل هنا، ان انا مش هعمل الفلفل بالذات انا بقطعه كبير عشان انا زوجي مش بيحب الحامي، بس انا بحب الحامي. ولادي بالتالي برضو ما بيحبوا. احمد ريحانه بتحب الحامي زيي، لكن احمد لا. احمد مش بيحب الحامي خالص، ما بيحبش شكله اصلا. اهو الميه بتاعت المكرونه على النار. ما ننساش الصلاه، ما ننساش قراءه الاذكار كل يوم. انا لسه لقيت القران لسه هقراه بصراحه، بس انا بخلص لان انا جايه متاخره قوي جدا النهارده بس انا قربت انجز، لان انا يعني فاضل بقى الحلو بتاعي بقى قطايف. بمناسبه ان احنا في رمضان، والموضوع ان احنا كنا بنعمل اكتر من كام اكله يا جماعه، وكنا في ستات البيوت دايما بتقول نعم ماشي. اللي يفيض نرميه الفراخ. احنا ما عادش يسمع خالص. الفراخ نفسها بقت غاليه، واكتريه الناس مش بتربي دلوقتي. ثواني. اكتريه الناس مش بتربي خالص دلوقتي. يعني يا ريت تبقى هي كفايه اكله واحده. كل ده حرام. البلح انا عملته لان انا باكل منه في السحور، وباكل منه في الفطار، او تقريبا ما بستحرش ان انا تعبانه شويه وكده، ما باكلش دايما العيش او المكرونه او الحاجات دي. فبلاش يا جماعه، حرام. الهدر حرام دلوقتي. احنا في مرحله صعبه، احنا في مرحله صعبه. والحاجه بقت غاليه، انت نفسك بتزعلي لما السلطه جهزت معايا اهي. انا بعد كده الاسباتشيرات والحاجات دي كلها ما عنديش، اجيب المكان اللي انا بجيب منه، واللي عندي طبعا بدل ما يترموا استخدمهم في البارد زي السلطه وكده والحاجات دي. اهي انا كل اللي هحطه عليها ميه وخل. اعذروني في اللي وقع ده عشان مستعجله.
زي ما انا ما قلت لكم اهو الجرس كان بيرن. نحط الليمون. انا بقى بحب التكه بتاعتي نقوم عامله كده. عارفين انتوا العامله دي كانت ستي دايما الله يرحمها كده. بعد كده خل، حط شويه خل، اكيد ميه. انا جوزي بيحب السلطه عليها ميه زي ويسكي كده لما ده لو حد يمكن شويه فلفل اسمر. انا حطيت على فكره المكرونه في الكمون، كزبره. خدوا بالكم اهم حاجه لازم عشان الصلصه البتاعه دي تطلع حلوه تعمليها من بدري. بس انا عجبني ملح نور قوي ان هم عاملين خانتين اتنين، خانه لانك تكبي ملح او لو انت عايزه، والخانه التانية لو هترشي على بطاطس. بجد تحفه، فكره حلوه كده. وتقلبي بقى وبكده السلطه تكون خلصت، اللي من غير خيار ومن غير جزر. حلوه بقى تقضي بالغرض لحد ما انزل. بس انا نسيت بجد، مش عارفه رد فعل جوزي ايه، لان دايما انا من النوع اللي بتحط كل حاجه على السلطه. اللي بيبقى كويس. بعد كده خلاص كده السلطه بتاعتنا خلصت. شوفوا المكرونه بقى. انا سلقت المكرونه بتاعتي مش وسخه يا جماعه، انا كنت سلقه فيها المكرونه عشان ما تفكروش انها وسخه. انا سلقت فيها المكرونه زي ما انا ما قلت لكم ان انا بجهز دلوقتي المكرونه. حط زيت. انا نفسي يا جماعه بجد من امنياتي دلوقتي الفتره الحاليه اللي انا فيها دي اجيب بتاعه زيت وخل، بس الاكليريك. مش عايزه اجيب الازاز خالص لان كان عندي ازاز واتكسرت. طبعا انا معايا اولاد والاولاد بيلعبوا في الحاجه. انا كده حطيت المكرونه الزيت. المكرونه ايه معلش حطينا جدا جدا جدا. الجو النهارده كان حر قوي وانا طول النهار في الشارع. حط الواحد اثنين خلاص مرجعه وكتري بس مش قوي عشان ما تفهمش وتقولوا ان انا اللي قلت. ندعك ميه بسيطه جدا بحيث انها يعني ايه خدي بالك عشان المكرونه تطلع منك حلوه. نصيحه مني يعني تجربه، ما تسيبهاش فتره طويله في الميه بتاعتها وكده. لو هتعملي بس
لو هتعملي بس يعني وهي سخنه عشان ما تعجنش في ايه في بعض كده. فبقى واقلب وهاجي بقى في الفينش الاخير. هي بعد ما قلبتها بقى وحطيت لها حطيت لها بصراحه شويه زيت كمان وشويه معلقه صلصه كمان وشويه فلفل اسمر وكده. المكرونه بتاعتي خلصت على فكره، هي حمرا بس هي طالعه مش في الكاميرا مش حمرا قوي كده. انا خلصت المكرونه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني مع نشوف بقى الحلو بتاعنا النهارده. الحلو بتاعي النهارده يا حبايبي، انا معايا هنا شوكولاته بيضه شوكولاته بيضه وشوكولاته بني. معايا هنا جوز الهند وزبيب. معايا جوز الهند وزبيب. معايا جوز الهند والزبيب. معايا الشوكولاته. هنيجي بقى لموضوع الشوكولاته بتاعنا، الشوكولاته البيضه ودي اخر حاجه في الظرف. ومعايا الشوكولاته اللي هي البني. ونشوف اللي هنحتاجه. دي الحشوات بتاعتنا للقطايف. انا للامانه ما بحبش جوز الهند ولا ما بحبش جوز الهند. مش هتنفع. ما بحبش بصراحه جوز الهند ولا الزبيب في القطايف، يعني ما باكلهاش بصراحه، مش بستحبها خالص. وانا حطيت الشربات. شفت السكينه قد ايه هي اللي قطعت. انا بقول لك القصه. اعذروني على صوت التلفزيون. مش عارفه ليه بقطع كده، المفروض البيضه تبقى في جنب والبني يبقى في جنب. الطبق بقى احنا هنجرب واحدة مع بعض ونشوف هيطلع زي ما هما ما بيقولوا ولا لا. طب والله حلو على فكرة. انا لقيت الجاهزة الكبيرة اللي هي الستالستين تقريبا، معرفش نوعها ايه بصراحة، ب100 وي، وانا ما كانش معايا فلوس ان انا اجيب 100، او بمعنى اصح ما عملتش حسابي انها تبقى ب100 وي. بس طبعا اللي فيها شوكولاته انا مش هحط عليها شربات لان انا كده اصلا انا اللي هاكلها وانا اللي بحبها.
يبتسم لكل الظروف اللي بتمرق عليه. هيك يعني. قاعد لشوف اللي شو عم يصير بقلبك. شو قلبي؟ انا ما قلت لك انه قلبي عم يوجعني او في شيء. قلت لك راسي اللي عم يوجعني وصرت احسن. طلع هون. تصدقوا ان انا جات لي فكره حالا، بس نحن بكل الأوقات. يلا إيه فكره الكريم شانتيه برضو. وليش مفترض انه ايه رايكم اعمل كريم شانتيه، احطه في التلاجة حالا كريم شانتيه لو في شيء اكيد خبرتك. ونحطه. مش عارفه انا بقول ايه رايكم، وانتوا يعني انتوا مش سامعيني، ده فيديو بيتسجل. يمكن تغير كثير يا حمزة. ايه ما قلتي لي شو مخبيه بقلبك؟ ما شو مخبيه شي صدقي. شو ليكون رح تحكي لامك مثلا، اذا حست امك مجرد احساس انه في شي رح تاكلك انت لا تخوفي. معناها في حدا بحياتك عن جد، والا ما كنتي رفضتي العريس بالنسبه لسبب. خبريني مين حابك ومن ايمك وشو صاير؟ يلا سمعاني. صدقيني ما في حدا احكي لك عنه. عم تكذبي علي؟ رح خليكي تعترفي هلا بتشوفي. خبريني لشوف. بس حلوه والله العظيم، انا هجيب منها لما انزل عشان لا قدر الله لو دي جرى لها حاجه. بتعرفي اذا ما قلتيلي شو بعمل؟ شو عم بتصير؟ شوفي ماما فارية اجت. فارية شو جابت لعنا؟ هو بصراحة هي تيتا طلبت مني اجي مشوشة. امك يا امي على هالعادة. وليش كل المكياجات؟ وحمرة عم تلمع؟ يلا مسحيها فورا، ما بدي اشوفها. اوعي لا لا هخلص وارجع لكم بقى تاني. ورجعت لكم تاني. انا ما رضيتش ان انا بصراحه اعمل كل حاجه معاكم. انا حاطه الزيت والزيت قدح، واقوم حاطه فيه دول اللي هيتحطوا في شربات. أنا موظف تأمين. بلا مؤاخذة لو أسمع تذكر عن اختيار سمك أخي المحاكم ووظيفة شو رأيك؟ بمناسبة الشربات، انا بحب احط على الشربات فانيلا عشان يبقى ريحته حلوه ويطلع الحاجه بتاعتها. وشربات الحاجات دي بيبقى تقيل. الزيت يا جماعه ما يترميش، الزيت تحطي فيه وممكن تعملي تاني. انا ما فاتش صحيح ان انا اعمل فيها كريم شانتيه، ما فاتش اللي انا قلت لكم ان انا احط فيها كريم شانتيه، ما فاتش بصراحه. انا هجيب طبق الفل ده، اشيل قطايف من هنا احطها في قلب الشربات، واشيلها من الشربات احطها هنا، وبعد كده احطها في صواني في اطباق التقديم. انا حطيت ده بعيد عن ده لسبب ان انتي عارفين ان انا يعني زوجي مش هياكل فيها شوكولاته، مش هياكلها، ما بيحبهاش. فانا عملت له دول ليه، وانا والاولاد الشوكولاته البيضاء والشوكولاته وخدي بالك ان ما تجيبيش القطايف بايته. ليه؟
لان القطايف البايته ما بتعرفيش تقفليها، وبتبقى دايما متكسره معاكي. اخد بقى اللي فيها شوكولاته واحطها برضو. خلاص بقى اشيل القطايف. دي خدت مني لون زيادة بس انا وليني. كده بتتعمل فيها الزيت عشان كنت برمي. لما تخلص خالص بقى هوريكم في النهاية. بصوا بقى يا جماعة اهي، بس كده عشان لو ايه. بصي يعني هي اكيد مش هعملها. لو عملت كده بصي تحفه. لو الواحد ما كانش صايم كان زمانه اتهجم. نحط دي كده، شفتي؟ حطها كده عشان دي اتفتحت. شوف الشوكولاته عامله ازاي جوه، تحفه. طبعا دي مش هتحتاج سكر.
الحمد لله كده انا خلصت الحلو ده بالجوز الهند طبعا. وبرضو هاش بص بحط شويه جوز الهند اللي فاض مني في طبق. النجمه ده هحط فيها التمر واحط فيها اليميش بقى بتاعي اللي انا هاكله ان شاء الله ويتحط كده. هشوف بقى الساعه كام حالا، اقرا وتر قران ونكمل بقى واوريكم الاكل في النهايه خالص بعد ما افضيه خالص.